السلام عليكم. بداية أكثر من رائعة للمنتخب المغربي في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره الإسباني بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم أيضا البرازيل والمكسيك. المنتخب الإسباني سيطر على مجريات الشوط الأول وخلق فرصا عديدة، لكن الحارس يانس بن شاوش كان في الموعد لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني قلب أشبال الأطلس الموازين، حيث افتتح ياسر الزابير التسجيل في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من ياسين جسمي، وبعدها ب4 دقائق فقط عاد جسمي ليضاعف النتيجة بهدف ثان، مستغلا تمريرة عثمان معيمة ليؤكد تفوق المغرب ويصعق الماتادور الإسباني. وبهذا الانتصار حصد المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة مع بداية مشواره، ليضع نفسه في موقع قوي قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل في الجولة الثانية.